هحكيلكوا عن يوم خميس من أيام التسعينات. كنت بصحى بدري قوي، الساعة 5 الصبح. كنت بقوم أتوضى وصلي الفجر، وبعدين أشرب كوباية شاي لوحدي في البلكونة الصغيرة. دي كانت أحلى لحظات اليوم، لما الدنيا لسه هادية والهوا منعش. بعد ما خلص الشاي كنت بروح المطبخ على طول أحضر الفطار للعيال وابوهم. كنت بسلق البيض واعمل الطعمية الطازة، وحط جبنة قديمة وطماطم وخيار مقطعين. طبعا العيش البلدي الطازة اللي بنجيبه من الفرن اللي في أول الشارع، يا ريحته وهو لسه سخن. كنت أصحي العيال واحد ورا التاني، أحضر لبسهم وفطرهم واحد ورا التاني، وابوهم يفطر معاهم ويمشي على شغله. بعد ما العيال يروحوا المدرسة والحاج يروح الشغل، كان بيبدأ وقت الشغل الحقيقي بتاعي. كنت بلف على البيت كله أكنس وامسح، وكمان كنت بلم الهدوم اللي اتغسلت امبارح وانشرت واطويها واحطها في الدواليب. يوم الخميس بالذات كان يوم مهم، لأن يوم الجمعة هو أجازة الأسبوع، فكنت بغسل الستاير وأحط ملايات نظيفة على السراير ونفض السجاجيد. وأهم حاجة كنت بعملها هي تحضير الأكل للغدا اللي لازم يكون مميز في الخميس. قبل الظهر كنت بروح السوق أجيب اللي ناقص للبيت. سوق الخميس كان مليان خير، وكنت بحب أختار الخضار والفاكهة بنفسي. الجزار بتاعنا كان عارفني كويس، وكان بيحط لي أحلى حتة لحمة. دي حتة محترمة عشانك، وأنا أقعد أفاصل وساوم على السعر معاه، وفي الآخر يديني اللي أنا عايزاه. أحلى حاجة كانت لما أرجع من السوق وأبدأ أطبخ. يوم الخميس كان لازم يبقى فيه محشي. كنت بحشي كوسة وبتنجان وفلفل، وكنا بنقعد على السفرة كلنا مع بعض. العيال جايين من المدرسة جعانين والكل متجمع. يا سلام على اللمة الحلوة دي. بعد الغدا كان لازم فنجان القهوة بتاع الحاج، أعمله بإيدي بالظبط زي ما هو حابب، لا مر قوي ولا حلو قوي. حلو يشرب قهوته وياخد غفوة صغيرة، والعيال يذاكروا شوية أو يلعبوا في الجنينة، وأنا أنظف السفرة واغسل المواعين. خصوصا يوم الخميس كانت فيها زيارات كتير، خصوصا أخت الحج وزوجها كانوا بيجوا علينا تقريبا كل خميس. إزيكم يا حبايبي، منورين. ونبدأ نسالف عن أخبار العيال والجيران والأقارب. لما الزيارة تخلص نبدأ نستعد للعشاء. العشاء بتاع الخميس كان خفيف، ممكن بيض وجبنة وبطاطا محمرة، ولو في حاجة متبقية من الغدا مش مشكلة. واللي كان مهم بعد العشاء هو وقت التلفزيون، وكنا بنتجمع قدام التلفزيون اللي كان أبيض واسود في الأول وبعدين بقى ملون. كان فيه مسلسل كل خميس الساعة 8، وده ما كانش حد يقدر يفوته. الحاج يحضر الترمس بالشاي والعيال يجيبوا اللب والتسالي، ونتفرج على المسلسل ونضحك ونعلق على اللي بيحصل. بعد التلفزيون يجي وقت النوم. قبل ما انام كنت بلف لفة أخيرة على البيت، أتأكد إن الباب مقفول والنور مطفي، ولاقي الحاج مستنيني عشان نصلي العشاء سوا ونقرأ شوية قرآن قبل النوم. الفرق بين زمان ودلوقتي كبير قوي. زمان كان فيه بركة في كل حاجة، الوقت، الأكل، العلاقات. الناس كانت بتحب بعض بجد وبيزوروا بعض. دلوقتي كل واحد في عالمه مشغول على طول.